وهنا عملنا حاجة حلوة، حلاوة مش طبيعية. عملنا حاجة أحلى من القراقيش وأطعم من البسكوت، بمكونات في كل بيت، مكونات اقتصادية، مش مكلفة خالص، وحاجة حلوة خالص. تنفع الفطار وتنفع العشاء جنب كوباية شاي سادة. كوباية شاي بلبن حلوة جدا. سناكس تنفع في كل الأوقات، بحاجات تكاليفها يعني مش مكلفة يعني. المقادير بتاعتها في كل بيت. تعالوا نشوف عملناها ازاي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم ايمي من اكلات بسيطة مع ايمي. هنخش في المقادير على طول. انا معايا هنا كوباية مية 200 ملي، المج العادي اللي في كل بيت. وهقول لك ممكن بدايل واحنا شغالين. معايا كوبايه ميه من الحنفيه عادي، ومعايا هنا كوبايه سكر، والسكر هنا نسبي، يعني نسبي يعني ممكن تقلليه شويه. هدوب الميه في السكر، هدوب السكر انا اسفه في الميه لغايه ما يدوب خالص. احنا هنا لا هنستعمل مضرب ولا هنستعمل لا مضرب كهربي ولا خلاط، يعني الامكانيات سهله خالص. الناس اللي ممكن ما يكونش عندها خلاط، ما عندهاش مثلا مضرب، دي حاجات بتتعمل بالايد كده زي ما انتوا شايفين. هدوب السكر خالص لغايه ما يدوب في قلب الميه. هحط هنا كوبايه زيت 200 برضو ملي، الزيت يكون ريحته حلوه. ممكن هنا تستعملي بدل الميه لبن او حليب، بس انا يعني اللي عاملاها اقتصاديه بحيث تبقى في متناول جميع الناس، يعني الناس اللي مش مقدرتها تجيب حليب وكده. يبقى شويه ميه، كوبايه ميه وكوبايه سكر وكوبايه زيت. بما اني مش هنحط بيض، حطيت هنا كيسين فانيليا، هيدوها ريحه وطعم حلو. هفضل اقلب لغايه ما الزيت يختفي. زي ما انتوا شايفين معايا كده، لازم الزيت يختفي وما يظهرش خالص زي ما انتوا شايفين كده. تمام. معايا هنا 3 كوبايات دقيق. 3 كوبايات دقيق لو بالميزان 625 جرام. ما فيش ميزان يبقى نفس الكوبايه اللي اشتغلت بيها هي اللي هعاير بيها الحاجات دي، السكر والزيت والميه والدقيق. تمام. هنزل بالدقيق. تمام كده. هنزل عليه هنا بمعلقه بيكنج باودر، حوالي 16 جرام يعني كيس. تمام. واحط رشه ملح. وهنا بقى الخطوة الأساسية. ده القراقيش دي أو القراقيش دي بتبقى طبعا من نوعين. زي ما انتوا شايفين معايا هنا أنا بقلب بصوابع ايدي، يعني مش بعجن، بطراطيف ايدي كده بقلب. ليه؟ ان دي من النوعين، لو عجناها أزيد من اللازم هتحطب معانا وهتنشف وهتبقى محطبة كده، تبقى ناشفة. لكن احنا بنعملها معاملة النواعم، هي تعتبر قراقيش برضو. بالنسبة للدقيق، انت ممكن تستعملي دقيق متعدد الاستعمال، او دقيق مخصص لكحك البسكوت. تمام. هفضل اقلب. طبعا انت هنا هتشوفي تقولي المواد السائلة اكتر من الدقيق، لا هي مظبوطة جدا. وهفضل اقلب لغاية ما الدقيق يختفي، برضو بالراحة زي ما انتوا شايفين معايا كده، مش بعجن. انا بلف الدقيق بحيث ان هو يختفي خالص وما يكونش ظاهر دقيق خالص. شايفين معايا كده؟ بجيب من قاع البولة كده لغاية ما يختفي الدقيق خالص، ما يكونش الدقيق ظاهر، يكون الدقيق يتجانس مع المية والسكر والزيت. تمام. زي ما انتوا شايفين العجينة ملزقة، وهقولك هتتلم ازاي دلوقتي.
هشطف ايدي. تمام. انا هنا شطفت ايدي ولميتها. بصوا بايدي اللي هي كنت بعجن بيها، بص الايد التانية بحط ايدي ما بتلزقش خالص، وهنا العجينة بتقطع ما فيهاش اي عرق. هكورها بين ايدي واوريها لكم ان هي يعني سايله كده زي عجينه الكحك، مش ما فيهاش عرق خالص ولا بتشقق. شايفين؟ طيب كده ونجيب بقى السجان بتاعتنا ونشتغل. وافضل حاجه لتسويه النواعم كلها هي السجان الالومنيوم. انا معايا هنا صاج، معلش انا اسفه ان الكاميرا اتلوحت مني. معايا صاج هنا ألمونيا مش مدهون اي ماده دهنيه، بستكفي من الماده الدهنيه اللي انا حطيتها. ببرم قطعه العجين كده وارولها كده زي ما انتم شايفين معايا، هدمجها بين ايدي وهنزلها في سمسم. سمسم محمص، سمسم ني، اللي متوفر عندك. مش عايزه تنزلي، مش عايزه تحطي لها سمسم، مفيش مشاكل، بس عايزه اقول لك ان السمسم بيديها طعم حلو قوي قوي. تمام. وهرصها في الصاج. وزن، اعمل معاكم واحده تانية. وزن القطعه لو عندك ميزان هتبقى 20 جرام، لو مش عندك يبقى بالويم كده وبالنظر هتبقى زي الليمونه الصغيره. شايفين انا ببرمها كده، بمدجها بين ايدي وببرمها، بروح حطها في السمسم اغلفها بيه. عايزه اقول لكم بجد بامانه جميله جدا 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 ومش مكلفه. تمام كده. هنا خلصت الكميه كلها ببركه ربنا، عملت لي صاجين زي ما انتم شايفين. بخلي مسافه بين الواحده والتانية، طبعا ما فيهاش خميره لكن فيها بيكنج بمودر هيفرش شويه معايا، فبخلي مسافه بين الواحده والتانية. وبركه ربنا طالعين السجين حلوين قوي، من 3 كوبايات دقيق. بجد يعني حاجه موفره وحاجه جميله واقتصاديه. لا حطينا بيض ولا حطينا سمنه ولا زبده ولا لبن، بشويه ميه شويه زيت وشويه دقيق. والطعم بجد بامانه خرافه. هدخلها على فرن مسبق حراره 180. بتستنى عليها تاخد لون من تحت، واطفي ولع الشوايه تحمر من فوق، وتتقني عليها ما تطلعهاش على طول، يعني تخليها في الفرن تاخد وقتها عقبال ما تدي لون من تحت. ليه؟ عشان دي ما فيهاش ماده رافعه غير البيكنج باودر، عشان تستوي من جوه ومن بره وما تحطبش، وفي نفس الوقت ما تطلعش طريه معانا بعد كده تحجر، يعني تنشف وتحجر. هتتقني عليها في الفرن درجه حراره 180. بنعملها معامله النواعم، فرن مسبق على 180. شايفين بعد ما طلعت، عايزه اقول لكم بامانه ريحتها جباره، كانت مفحفحه في البيت كله، والله الطعم خرافه بجد. شايفين الشكل؟ شكل بيتكلم عن نفسه، تحفه. انا عندي بس الفرن حامي شويه. تعالوا نفتح واحده مع بعض. بصوا التسويه من بره وجوه تحفه تحفه. بصوا بقى مستويه ازاي، بصوا ومقرمشه وجميله. بجد جربوها تعجبكم قوي قوي قوي. شايفين؟ تحفه تحفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا عايزه اقول لكم بصوا الكميه قد ايه. بصوا بركه ربنا، دول اللي طلعوا من 3 كوبايات دقيق.
لو عجبك الفيديو ما تنسيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة، كومنت منك يفرحني، مستنية اشتراكاتكم ودعمكم، وكلمة حلوة منك تفرحني. سلام، باي باي.